بعد مرور 6 أشهر على الواقعة المثيرة للجدل، أصدر القضاء المصري حكمها النهائي في قضية صفع الفنان عمرو دياب لأحد معجبيه سعد أسامة، إذ حكم بتغريم الفنان المصري 200 جنيه مصري فقط. في المقابل حكمت المحكمة ببراءة الشاب الذي اتهم بالتعدي على الفنان وتعويضه بمبلغ 10,000 جنيه مصري. الجدير بالذكر أن هذه الواقعة الشهيرة حدثت أثناء حفل زفاف في القاهرة، عندما حاول أسامة الاقتراب من الفنان لالتقاط صورة تذكارية معه سيلفي بصورة اعتبرها الفنان غير لائقة، إلا أن الأمر انتهى بصفعة علنية أثارت استياء الجمهور. دعونا نشاهد هذا الفيديو. هكذا كانت الصفعة. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، فحسام سعيد يقول هذا درس قوي عشان الناس تعمل لنفسها كرامة، لازم تحط في اعتبارك إنك أحسن منه. أما أحمد زكي فيقول ده الحبر اللي اتكتب به الحكم أغلى من 200 جنيه دول. أما يوسف محمود فيقول عمرو ممكن يكون غلط، بس هو كمان بشر، من حقه يتصرف بالطريقة التي يشوفها مناسبة حسب الموقف.